النهارده عملت معاكم يا حبايبي بليلة بالشعرية بطريقة بسيطة وسهلة وحلوة ومدفية ومغذية في الشتاء اللي احنا فيه ده. يا رب تعجبكم الطريقة يا حبايبي. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا البليلة الحلوة دي ازاي. احلى بليلة بالشعرية. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده هعمل معاكم بليلة بالشعرية بطريقة بسيطة. هو انا البليلة انا بعملها بسلقها وكيسة احطها في الفريزر كده، اما نعوزها بنطلعها زي ما انتم شايفين كده. معايا البليلة ومعايا زبدة. كل ما تعمليها بحاجة بلدي بتبقى طعمها احلى، زبدة بلدي او لو عندك سمنة بلدي ماشي الحال. ومعايا هنا حوالي معلقتين كبار شعرية، ومعايا كيس حليب، ومعايا طبعا السكر. ولو حابين نحط فيها ريحة فانيليا ممكن نحط بها فانيليا. اول حاجة بعملها يا حبايبي بجيب حلة زي ما انتم شايفين كده، وهحط فيها بقى مية، واحط البليلة تغلي شوية. هنا كانت في الفريزر، هغلي مية واحطها عليها كده يا حبايبي. انا حطيت عليها مية مغلية وهسيبها تاخد بقى قلبين تلاتة وبعدين نبدأ نشتغل فيها كده يا حبايبي. بدأت تغلي، لو هنلاقي عليها ريم هنشيله. طبيعي لازم تعمل ريم لانها كمان كانت مشالة في الفريزر، فهنسيبها بقى تغلي على نظافة كده، ميبقاش في ريم. نشيل الريم على طول من على الوش، وهنسيبها زي ما قلتلكوا تاخد غلوتين تلاتة قبل ما نحط عليها الشعرية والحليب. دي بالنسبة لانها هي كانت جاهزة ومعمولة في الفريزر مسلوقة. انت بقى لو عاوزة تسلقيها هتمسكي القمح، لو جايبه بالكيلو السايب لازم تنقيه كويس علشان بيبقى فيه حصى وبيبقى فيه زلط. انما عشان تجيبي مثلا قمح نضيف تبقي مطمنة ليه، عندك شركات كتير جاهزة زي الضحى وزي كذا نوع كده. بتجيبي بصراحة البليلة منه بتفضيها على طول في الحاجة انت هتعمليها، يدوب تغسليها بس. انا لسه بشيل الريم اهو. بتمسكيها بقى تنقعيها مثلا قيمة ساعتين تلاتة، وبعدين تغليها غلوتين تلاتة وتروحي طافية عليها تفرش كده، تعمل فنش كده زي ما بنعملها في العاشورة. لو عاوزة تشيليها بقى لما تبرد تحطي منها في الفريزر وتطلعي زي ما احنا بنعمل كده. هتعمليها في ساعتها، هتكملي بقى سواها وتعمليها زي ما احنا هنعملها. اذا كانت بالشعرية ساعات بعملها بالشعرية زي ما هعملها كده، وساعات بعملها بالشوفان محمص لها شوية شوفان، بتبقى جميلة جدا. دي حلوة ودي حلوة، بتبقى عملية تغيير. وفي ناس برضو لما بيكون عندهم كنافة بيطلعوا حتة يحمروها ويحطوها برضو عليها، بس هي الشعرية احلى. هي الشعرية محملة شوية عن الكنافة، وبتتحمر وبتستوي مع البليلة، بتبقى مفلفلة وحلوة كده جوه البليلة. برضو الشوفان بيبقى صحي ويبقى طعمه جميل جدا لما تحمريه بمعلقة سمنة بلدي كده وتحطيه على البليلة، برضو بيديها طعم جميل. يعني هي ليها كذا حاجة، كل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها والحاجة اللي يقدر يجيبها. الحاجة غالية، فهي أوفر حاجة إن احنا نحطها عليها هي الشعرية. في ناس برضو بيحب يحط عليها شوية رز. كل واحد يعمل اللي هو حبه واللي هو يقدر يعني ايه يمشي المسائل معاه في الماديات. بصوا طول ما انت بتقلبيها كده هتطلع عليك هي البليلة كده حتى لو غسلتيها مليون مرة، لان دي الريم ده يا حبايبي غازات اللي هي بتاعت كل انواع البقوليات. او كده خلاص هسيبها بقى تاخد لها غلوتين تلاتة كده حلوين قبل ما نتعامل معاها ونحط لها الحليب ونحط لها ان شاء الله الشعرية نحمرها مع بعض.
اول حاجه يا حبايبي هعملها هحط السكر علشان برضو ايه يتشرب معاها كده وهي بتستوي كمان تكمل سواها. السكر طبعا تبع كل واحد ما بيحب سكر زياده وبيحب سكر قليل. انا حطيت بس معلقتين لان السكر الناعم الابيض ده بيحلي شويه برضو كده وننزل الحليب. هنبدأ بقى يا حبايبي نزود نحط عليها اللبن عشان برضو يستوي معاها. الكمية دي انا هحط لها نص كيلو حليب. لو الكمية بتاعتك اكبر من كده ممكن تحط لها، يعني ده كان ربع كيلو قمح، ممكن تحطي له لو نص كيلو تحطي له كيلو لبن. بس لازم الاول البليله تستوي مع الميه. هنسيبها تاخد برضه غلوتين تلاته مع الحليب كده، العين التانية دي هنحمر عليها الشعرية. هنا يا حبايبي حطيت حته الزبده ومعها حبه زيت صغيرين بس عشان ما تحرقش، وهننزل الشعريه بتاعتنا نحمرها. هنحط بقى يا حبايبي فيها شويه جوز الهند كده يغلوا معاها، مش كتير، هم حبه يجيلهم معلقتين كده. وهنا يا حبايبي بنحمر الشعرية اهي، بدأت تبرنها بالذهبي الحلو ده. يا رب زي ما انتم شايفين البليلة بتغلي اهي مع الحليب. لو هنحط لها بقى فانيليا هنحط لها فانيليا اخر حاجة قبل ما نطفي عليها كده نحط الفانيليا. لو انتوا حابين تنعموها ممكن تنعميها بالهاند بلندر او تحطيها في الخلاط تضربيها ضربة كده وترجعيها تاني، بس هي حلوة كده بنحبها محببة كده تحس بطعمها. كده الشعرية خلصت، هنبدأ بقى نحطها بالسمنة بتاعتها كده. هنخلي بس حبة شعرية نحطهم على الوش يقوم مقرمشين كده مع طبق البليلة. ننزل بس السمنة كلها البلدي بتاعتنا الزبدة. هنسيب بقى الشعرية تاخد غلوتين تلاتة كده ونطفي عليها ونبدأ بقى نقدمها. قبل ما نطفي عليها يا حبايبي هنحط الفانيليا ونطفي عليها. هنا بقى يا حبايبي قبل ما اطفي عليها هحط عليها نقطتين فانيليا تدي بس ريحة بس، وكده خلاص نطفي عليها ونقدمها بقى نحضرها. كده يا حبايبي انا غرفتها وهبدأ احط تحت شوية شعرية وهنحط عليها كده لمسات قرفة. القرفة طبعا اللي بيحب القرفة يحط القرفة، ما تحبش قرفة ما تحطوش قرفة. انا مش حاطه سكر كتير يا حبايبي، حاطه يدوب معلقتين طبعا دلعة. فعندنا عسل نحل، هنحط عسل نحل عليها كل واحدة كده، هنحط عليها رشة عسل نحل على خفيف.
وكده عملنا احلى بليلة بالشعرية مع اضافة القرفة والعسل النحل. يا رب تعجبكم الطريقة يا حبايبي.